موقع فيفا كوين دوت كوم أفضل موقع لشراء فيفا كوينز بدون حذر أو أي مشاكل، بتسليم أوتوماتيكي على كل الأجهزة. يمكنك الدخول في محادثة مباشرة مع أصحاب الموقع وتعويض 100% إذا صار أي مشكل في الموقع. وأسعار الموقع منخفضة جدا مع هدية من الموقع على كل عملية شراء. ولا تنسى استعمال كود حمزة فيفا لتخفيض 5% أثناء الشراء من الموقع. رابط الموقع موجود في وصف الفيديو. السلام عليكم متابعي قناة زون فيفا في المقطع الجديد المنتظر من جميع متابعي القناة بدون استثناء. أول فيديو رسمي وأخبار رسمية ومباراة رسمية من فيفا 18. سنتحدث اليوم عن كل شيء تضمنه الإعلان الرسمي للشركة عن فيفا 18. سنكشف عن كل الأشياء حول اللعبة، لكن قبل بداية المقطع إذا وصل هذا الفيديو في هذا اليوم إلى أكثر من 1000 لايك سأقوم بتنزيل تجريب شخصي للعبة فيفا 18، مباراة كاملة من النسخة المسبقة الدفع اللي فيها رونالدو مجانا في فيفا 18 في القناة. لذلك اشترك الآن في القناة، فعل خاصية الجرس، اضغط الآن على زر اللايك لتنزيل هذا المقطع لكم ومن أجلكم. لا تنسى نشر الفيديو في كل مكان مع أصدقائك في الفيسبوك تويتر، لأن المقطع يتضمن أخبار حصرية. بداية الإعلان كانت غريبة. لماذا؟ لأن شركة EA Sports مدعومة بشكل رسمي من شركة مايكروسوفت، ومايكروسوفت هي الشركة الأم لجهاز الإكس بوكس. لذلك في يوم الإعلان عن فيفا 17 لاحظنا أن شركة EA وجهت اللعبة أكثر إلى جهاز الإكس بوكس، لكن في هذا الجزء تعاقدت شركة EA مع شركة سوني لتكون لعبة فيفا 18 موجهة بكامل تفاصيلها إلى جهاز بلاي ستيشن 4 برو. هذه المعلومة تم تسريبها أيضا قبل الإعلان عن اللعبة. في آخر المقطع يوجد رابط في وصف الفيديو يمكنك معرفة هذا التسريب. ولهذا حقوق بلاي ستيشن 4 أو شركة سوني كانت موجودة في هذا الإعلان. الآن نحكيه من داخل فيفا 18. أول شيء الجرافيك العالي من الشركة يعطينا أهم إجابة عن سؤال لماذا اختارت شركة EA Sports شركة سوني وجعلت اللعبة على جهاز بلاي ستيشن 4. قبل الإجابة عن السؤال كلنا نعرف اللي جهاز بلاي ستيشن 4 برو حاليا أحدث جهاز ألعاب في العالم، هذا بدون ذكر جهاز نينتندو سويتش العادي، لأننا نتحدث الآن عن جرافيك عالي الدقة بخاصية ال 4K. الإجابة الأقرب كانت السطر المكتوب باللغة الإنجليزية Game Engine، أو بلغة مطوري ومبرمجي الألعاب محرك اللعب. هذا يعني أن الشركة غيرت تماما محرك اللعبة القديم ليتلائم مع جهاز بلاي ستيشن 4 برو. نفس الإجابة لو كنت مطور ألعاب وتريد تطوير لعبة، فأكيد ستقوم ببناء محرك اللعبة على أحدث جهاز في العالم وهو البلاي ستيشن 4 برو. الملخص الكامل لهذا الحديث حسب تجربتي السابقة للعبة فيفا 17 على جهاز بلاي ستيشن 4 برو بخاصية ال 4K، فإن فيفا 18 ستكون لها جرافيك عالي جدا 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 وواقعي أكثر بكثير من فيفا 17. هذا ما لمحت له الشركة من هذا الإعلان. أيضا ملاحظة أخرى، تم إضافة دقة أكثر في الجمهور وتفاعل أكثر للجماهير في اللعبة لنكون أقرب إلى الواقع أثناء تجربتنا لفيفا 18. الآن نحكيه على التركيز التام من اللعبة على أفضل لاعب حاليا وبدون شك في العالم، كريستيانو رونالدو. إذا أخذت أفضل لاعب في العالم كنموذج لإنشاء لاعبين في فيفا 18، فأكيد أن لعبة فيفا 18 ستكون ممتعة أكثر، أفضل أكثر، لكن أصعب أكثر، لأنك تتحكم في لاعب له خاصيات كريستيانو رونالدو في حركاته وأسلوب لعبه. يعني أفضل لعبة في العالم على أفضل جهاز في العالم مع محرك لعبة مبني على أفضل لاعب في العالم. فيفا 18 ستكون جزء لا علاقة له بالأجزاء السابقة، لأنها حسب رأيي أفضل بكثير من كل الأجزاء السابقة. هذه كانت أهم معلومات فيفا 18. سأقوم بتنزيل فيديو عن الطلب المسبق للعبة والحصول على الأقمصة وشرح جميع نسخ اللعبة في فيديو منفصل. تاريخ صدور اللعبة 29 سبتمبر 2017. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس. أراكم في فيديوهات قادمة إن شاء الله.